حاجه تحت وهاكل. يا استاذ، يا باشمهندس، هو فين؟ احنا لسه الصباح مع الصبح. انا الازعرينه اللي انت عاملها دي عايز اجي العين. جالك الموت يا طارق السارة. انا قله الادب اللي على الصبح دي والاعوجاج والتسيب وعدم البصيره، انت مش عارف بتكلم مين؟ وانت ما انتش عارف انت بتكلم مين؟ هكون بكلم مين يعني؟ راجل على باب الله. ساعي رئيس مجلس الاداره شخصيا. طز في مين؟ طز فيه. مش من حقي اقول على نفسي طز ولو مره. طب اتفضل بقى كلم البيت، رئيس مجلس الاداره عايزك شخصيا. بتقول ايه؟ شخصيا. عايزني انا؟ انا خد. ديك الحلاوه، ديك الحلاوه ان شاء الله. يلا يا وش الساعه. ليك الحلاوه. ابقى قابلني، ابقى قابلني. صباح الخير يا عبقري. صباح الفل. اخر التنجلين. اخبار معاك ايه يا هندسه؟ يا ماجد ايه دي؟ اللي عندكم حفظ تلالاني. التلالاني يا مان. بقول لك ايه؟ قول لامك الماجد بيسلم على الفراوده. هو ده؟ ايوه يا فندم. بلا فاخر، انا محمود زاهر عبد الظاهر. ومدي شويه مش فضيلك، هاتلك علي ده مؤاخذه دي مداع. أنا طلبت من مجلس الإدارة ايوه. فصلك ها؟ لأنك عامل لي دوشة في المصنع والشركة. حضرتك فاكر نفسك عبقري زمانك؟ لا مش مسألة عبقري. اخرس. الأستاذ عبد السلام المدير العام طلب مني إنه أديك فرصة تانية علشان نخلص من العبطات اللي بتعملها دي. عبطات ايه؟ لا أنا عايز أفهم. اخرس. البيه لما يقول لك اخرس اخرس يا محمود بقى. أنا فاهم. ماشي. شوف، لو ما مشيتش زي القالب وبطلت شغل الجنان بتاعك ده هفصلك. ده فرصتك الأخيرة بقى يا محمود بقى. استنى يا عبد السلام بقى، أنت هتنيمني ولا هتنيمني؟ يا فندم يا سعادة البيه، أنا عايز أشرح لك، اديني فرصة أشرح لك. اتفضل. متشكر. استرعاء. تفتح لبعض. أنا قلت لك اتفضل. متشكر. هات لي قهوة بسرعة يا عبد السلام. اتفضل بقى. بعدين البيه ما بيفهمش حاجة في ايه؟ قصدي يعني حضرتك في الدرس يعني. بره. بره بقى يا محمود. ده في البيت دي. انتوا مين؟ وايه اللي جابكم هنا؟ أنا فين؟ ها؟ أنا فين؟ شرفت جهنم يا روح اللي جابوك.
بطل ابليس. انت فاكر الدنيا سايبه واعمل لي فيتك كمان. ايه يا ناس، انا حقوقي الانسانيه تقدم عليا نيابه. انا عايز افهم. عايز تفهم؟ فاهمني يا لذيذ؟ انا مستعد اضرب بجزمه بس افهم اضرب ليه؟ انا ما عدتش عايز افهم، سايبك لضميرك يا حلوف. يا بيه انا عايز افهم، عايز حاجه تخش الدماغ قوي. مش قصدي ايوه يا لذيذ. حرام عليكم يا ناس، حرام عليكم. مش وش ضيع حالي. انت فين يا استاذ؟ انت كنت فين؟ ده الضرب هنا كان للركب. ده مش هو يا جماعه. ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ مش هو هنا، مش هو علينا ولا بالكلب وبتضربوني. ده مؤاخذه يا استاذ، مش انت المظبوط، بس ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جاي؟ جاي شقيتي. شقتك اللي فوق اللي زي دي. صحيح ده انا غلطت في الشقه. احنا كنا مستنيين ضيف عشان نرنه العلقه دي، لانه عديم الاخلاق بيعتدي على اعراض الناس. ايه دي؟ يعني هو يعتدي على اعراض الناس وياخد راحته وانا انطرد من كل الناس، ها؟ ده منظر واحد بتاع نسوان يا بهايم. ما قلنا متاسفين. ما فيش متاسفين، انت تقول متاسفين انا اقبلها ولا ما اقبلهاش. ايه ده ولا ده؟ النفختين دول يا هالي بترضع ايه وانت صغير؟ اطفال صغيرين يا هالي. نزل ايدك، نزل ايدك. ما قلنا متاسفين. ما قال لك سوري بقى. سوري بلطجي مثقف. حقك علينا، ما تزعلش. ما تقدرش دماغك ابوسها. مش عايزين لما النبي يا اخوان، مش عايزين لما حد يندخل الاسعاف. الله يكرمك. انت هتلحن الاه. انت ايه اللي عمل فيك كده؟ هقول لكم ايه؟ ماني لو حكيت مش هتصدقوني. طب بس اسكت على الاقل استريحنا من افكارك شويه. افكاري دي مش هتستريح منها يا باشمهندس عبد السلام، فاهمني؟ والاختراع بتاعي هينجح باذن الله. الاختراع كله هنا، مكنه قد كده اهو اللي هتمشي العربيه زي ما انا عايز، والتجربه هتتعمل في ميعادها. ايه رايك بقى؟ هتتعمل ازاي بس وانت مدلدش بالشكل ده؟ هتتعمل ازاي ده انت مدلدش؟ بيتك وبتعيش يا مفتري! جاي تتخانق معايا ولا جاي تتخانق معايا؟ جاي تديني. انا مزاجي صحيح بس دماغي سليم. ايه رايك بقى؟ ما هي دماغك دي اللي وديتك في داهيه، اللي دشتك وهتودينا في داهيه معاك. داهية؟ عبقري زيي عامل لكم عربية تمشي بالمية وتقول لي تروحوا في داهية يا جهلة؟ يا ابني ميت ايه وهباب ايه؟ لا مش هباب، مية. يا ابني انت عايز تجنني؟ عايز تجنني؟ ده العالم كله ما قدرش يوصل للي انت عايز توصله ده في يوم وليله. يوم وليلة؟ انت اللي بتقول الكلام ده يا عبد السلام بيه. يوم وليلة؟ ده انا شغال في مصنعكم 9 سنين، 9 سنين وانا في الثانويه العامه. دخلت كليه الهندسه عشان اطور نفسي، عشان اخترع حاجه تفيد مصنعكم وتفيد البلد. تقول لي يوم وليله؟ ايوه انا فاهم، بس انت صعبان عليا، ما تعيش في احلام. برضه بيقول لي احلام. انت بتكسر مقاديفي ليه؟ بتكسر مقاديفي ليه؟ لا انا بمجرد خروجي من المستشفى هخف وابقى صوت سليم وهعمل التجربه، هعملها وهتنجح. بس انت عليك تكلم لي رؤساء بتوع مجلس الاداره، وكلم لي الناس بتوع الشركه دول، المديرين بتوع الشركه الزفت بتاعتكم دي، وخلاص. خلصت روحك، خلصت روحك. لا خلصت روحك. انت هتجنني. هو انت عليك تخرف وانا هتهزع؟ رئيس مجلس الاداره ايه اللي هيجي لك اجتماع زي ده؟ اسمح لي اقدم لك بوكيه الورده باسم الساده الزملاء اعضاء اللجنه النقابيه التي اتشرف. اقول لك ايه، انت هتعمل لي فيها خطبه؟ جاي تزورني في قرافه؟ طلع قرافه علي. هات يا اخويا الورده، هات. يلا يا جماعه انتوا عارفين مش شايفين اهو مش قادر يتكلم. ايه يلا مع السلامه مع السلامه. طبعا لابسين لي بدل. ما شاء الله فرجت. طبعا هم يلموا على حسي في المصنع. يلموا طالع لهم ب 200 300 جنيه، جايبين لي بوكيه 5 جنيه. انا هفضيحك. اخلص بقول لك ايه، هم كلمتين ورد غطاهم. التجربه هتتعمل وهتنجح، ورئيس مجلس الاداره هيجي غصب عنه ورجله فوق رقبته يا اما انت عارفني. هشغل لك الخمسه الخفيف. ايوه عارف عارف الخمسه الخفيف. خلاص عارفهم الخمسه الخفيف والسته الطوال وكله. هطيح فيكم واحد واحد. طيب خلاص الف حمد لله على السلامه يا محمود بيه. انت جاي تخانق، انت عصبي جاي تخانق، وديني لما اقوم هشوف اعمل فيك ايه. صباح الخير. اهلا يا عيشه. اهلا. الله، ايه مالك يا بيضة؟ بيضة ولا سودة. شفتي يا عيشه زمايلنا في المصنع عملوا ايه؟ جايين يحطموني ويكسروا مقاديفي. ولا يهمك يا حبيبي، بكره يعرفوا امتى. حاسبي ايه يا عيشه، عمال هتفاصي ايه؟
يعني فكرة كده ان الاختراع دي هينجح؟ طبعا يا حبيبي هتنجح ان شاء الله. انا مؤمنه بيك وبافكارك ايمان مطلق يا محمود. انت عبقري. ايوه بس المهم يعني هطلع لهم لساني ان شاء الله. ان شاء الله. يا سلام يا سلام لو الاختراع ده نجح وكسر الدنيا واتلم انا وانتي في بيت واحد والمدعو ابوكي لا مؤاخذة يعني معلش ما تزعليش يقتنع ان مقام البني ادم مش بفلوسه لا بجزمته اقصد براسه. طب خد. ايه خد دول. ايه دول؟ دول 4000 جنيه عشان تكمل صرف على تجاربك. لا يا عايشه كفايه بقى كفايه انا خدت منك كتير وبتكسف. يا حبيبي انت كل مره بتتكسف وكل مره بتاخد. صحيح. خلاص اللي مطمني ان انا بعيد عن نوتي وفي الاخر هديهم لك على داير المليم. صبركم عليا يا اولاد المصنع صبركم عليا. ان ما وريتكم انا هوريكم ان المهندس ابن الفلاح البسيط هيقلب الدنيا راسا على عقب يا اولاد الكلب. جاهزين؟ جاهزين يا فندم. طب يلا عشان انا مش فاضي. انت بتكبسي من اولها ليه؟ مش فاضي ده احنا بنعمل اخطر تجربه سيارات في القرن العشرين وتقولي مش فاضي. دي معلش يا فندم، اصل من كتر الاختراعات مخه اتلحت شويه بقى ناقص 5. لا يا عبد السلام بيه يعني مخي ما اتلحس وانت فاهم كويس قوي ان انا بتكلم صح. بس انت اللي خايف تتكلم دلوقتي علشان ما ياخرلكش العلاوي وما يسحبوش العربيه اللي بتوصل بيها العيال المدرسه. يلا خلصنا، انت هتزلني عشان اختراع. اتفضل. حاضر يا عبد الجواد بيه حاضر. ان ما زليتك حالا دلوقتي على الملأ. خليك معايا عايشه هطرح القضيه اشكركم يا حضرات لانكم اهتميتوا بعد 9 سنوات من التريقه والسخريه تقولوا عليا معتوه ومجنون. انا هثبت لكم ان العبقري اللي بيشتغل في مصنعك يا عبد الجواد عمل ايه. تجربه بسيطه. سياره هتمشي بالميه من غير جاز من غير سمنتو من غير اي سائل اخر بالميه. عربيه تمشي بالميه واصحالي هتمشي بالميه. الاختراع دي هيهز العالم عشان نخلص من مشاكل البترول عشان نغير موازين العالم ومصر هي اللي تخترع العربيه دي هي اللي تعملها وتصنعها. اما في هذه اللحظات العاسره لا يفوتني ان اشيد بالإنسانة اللي سندتني وساعدتني في نجاح. هذه الإنسانة الست عائشة لو نظرت لها ودققت فيها مش هتلاقوها إنسانة. دي مش منظر إنساني. بتبص على ايه؟ أنا بقول مش إنسانة يعني ملاك مش حمار. لا يفوتني إلا أن أشكر الآنسة عائشة الآنسة الباردة الرغداء المدملكة. شكرا. يحب النبي صلي عليه يحب النبي صلي. بس يا جماعة بقى بس يا جماعة ما ينفعش كده ما ينفعش كده. يلا خلصنا. التجربة اللي احنا بنعملها دي هتهز العالم. طبعا انت لا يهمك العالم يتهز ولا ما يتهزش. كل اللي يهمك ان بعد ما تنجح التجربة يعينوك وزير. خلاص بقى يا محمود اتفضل. عشان خاطرك انت بس يا عائشة انت الوحيدة اللي بحترمك في القعدة دي. بسم الله الهادي. شوفوا يا حضرات قبل ما ابدا اوريكم التجربة في شوية حاجات كده عايز اني افهمها لكم. ان البنزين اساسا كان بيتحط في التانك بتاعه وبتدور دورة كاملة. احنا عايزين ازاي نحتفظ بالمي. عبد الجواد نمت يا عبد الجواد اصحى. ايه سيادتك عامل لي مشغول وكل شويه تقول لي مش فاضي وجاي لي تنام. عيب يا محمود. الله البيه مش نايم ده بيفقر. قصدي بيفكر. عيب عليه هو اللي عيب بقى. اخطر تجربه انا بعملها فنيت فيها عمري وتقول لي عيب ويجي ينام لي. ايه تهبيط الهمم ده يا اخي خلصنا في نهارك اللي مش هيخلص ده. ثانية واحدة يا فندم بس. خلاص بقى يا محمود. خلاص بقى يا محمود بلاش فضايح بقى وابتدي. الله مش شايفه مناظرهم يا عائشه. مناظرهم كما لو كانوا رايحين جامع عمر مكرم مش بيحضروا التجربه ناجحه. المفروض يجوا فرحانين ومزقططين ومنتعشين. بعدين معاك بقى. ما كفايه عليك انا مبسوطه يا محمود. خلاص يلا بقى عشان خاطري. ماشي ولا انت مبسوطه خلاص. شوفوا يا حضرات الجزء اللي هوريه لكم ده الجزء دي
هو اساس الاختراع. بقيه الموتور زي ما هو، ما حصلش تغيير كتير، والجزء ده خاص بتحويل الطاقه المطلوبه للعربيه من طاقه البترول لطاقه الميه. طبعا انت ما انتش فاهم حاجه خالص، انا عارف. اللهم طولك يا روح، لولا ان انا عارف انه سيد وزير الصناعه مستني نتيجه التجربه كنت سبتك ومشيت. اهدي، يعني كمان جاي غصب عنك؟ يا محمود يا اخويا، انت حاطط ليه نقرك من نقر السيد رئيس مجلس الاداره؟ هو شكله على بعضه كده مش عاجبني. معلش عشان خاطري، معلش. يلا اتكل على الله. يلا عايزين نتفرج بقى على حاجه حلوه. يلا يا حبيبي. طيب يلا صلاح، يلا. بسم الله الهادي، بسم الله الهادي. هتبسط وتفرح عشان لما اقول لك يا صلاح. بسم الله. سمي يا صلاح، سمي. المساله عطف مش عارف. يلا اتكل على الله، بص كلات. لا معلش، لا مؤاخذة، هي بتحصل بتعلم ساعات. شغل يا صلاح. يا صلاح، مالك؟ ايوه يا اخي، سلكة طالعة مش طلع. يلا شغل يا صلاح. مفيش يا باشمهندس خالص. مفيش ازاي؟ مفيش خالص يا باشمهندس. واصل يا صلاح. مفيش يا باشمهندس. يعني ايه؟ مفيش يا باشمهندس. اوعى يا صلاح، اوعى انت، اوعى من وشي. لا اشتغل. معلش يا محمود، معلش، مش مهم النهارده يا محمود، ابقى شغلها في اي يوم تاني. كان لازم تشتغل. فين؟ في المنام؟ يا سعادة البيه هتدور، أكيد هتدور. مش في المنام ولا حاجة، هتدور حالا. حضرتك عارف إيه؟ عامل لي مخترع وعبقري حضرتك؟ بقى بذمتك ده شكل واحد مخترع؟ ده شكل واحد هيقلب الكون؟ كفاية بقى يا بيه، كفاية. اخرس انا تذلني؟ انا تفزعني وانا نايم؟ قصدي وانا بفكر؟ لو كان في ايدي انه افصلك كنت فصلتك من زمان، لكن مع الاسف في قوانين عمل. لكن معلش، هيجي اليوم اللي هتقع فيه واخلي اللي يتفرج عليك اللي ما يشتري يتفرج. اللي ما يشتريش يتفرج. عارف المخترع قال هزلت. يا فندم اعصابك لا تتجنن زيه يا فندم. هزلت. معلش يا محمود، ما تيأسش. ما يا ازاي عايشة؟ انت اللي حاسة بيه، انت عارفة مستقبلي في كل اللي بعمله دي. ضيعت 9 سنين من عمري، هيتهزات بقيت ملطشة لكل واحد. دلوقتي هيتريقوا عليا أكتر. أني خلاص مش قادر أستحمل، مش قادر. طب يلا بينا. أني فاشل. خلاص بقى يا محمود، معلش يا حبيبي، قوم بينا عشان نمشي بقى عشان تستريح. خديني قبل ما يتريقوا عليا بسرعة، مش عايز أشوف حد فيهم. العالم الجدع لما يفشل لازم ينتحر. ايوه، بسم الله الهادي. لا دي حتى تبقى موتة بايخة. اجزر لسه هنقطع الشرايين تتبهدل، تخر منها دم يا يعني. لا يا سلام، لو كان عندي بانيو كنت غرقت نفسي فيه. لا برضه متبايخ. وراها معنى سخيف. ما وزوا عليا يقولوا اني غرقت في شبر مي. طب اعمل ايه؟
جاهز. لقيتي ده جاهز صح. لا لا، حاجة تخنق والدم يزرق ويبقى منظري بيتبني. لا ما ينفعش. طب اعمل ايه؟ أنا جبان ما عنديش شجاعة اني اموت نفسي. طب اعمل ايه؟ لازم يكون في حل. الو. ايوه عايشة. لا ابدا مفيش. هكون عامل ايه يعني؟ عامل عايشة. طب وليه اليأس ده بس يا عايشة؟ قصدي يا محمود. عايزاني افشل الفشل الذريع دي وما يقاسش. ليه؟ واني جبلتي ايه؟ حلوف. ده امل عمري ضاع يا عايشة. معلش يا محمود، حاول تاني يا باشمهندس. مش هحاول خلاص. انا اتعقدت يا عايشة، اتعقدت. مش هحاول. الو محمود. يا خال، عم ابو اليزيد هنا؟ مين اللي هيسأل عليه؟ اني. انت مين؟ نقول له مين يعني؟ اني محمود زاهر عبد الظاهر من عيلة صفطية. اقف مكانك ما تتحركش. ماشي. نقول له محمود مين؟ محمود زاهر عبد الظاهر من عيلة صفطية، هو عارف. اقف مكانك ما تتحركش. ماشي. عبد الظاهر مين؟ ابوي اني محمود وزاهر ابوي وعبد الظاهر جدي. اقول لك ايه؟ قول له حفظل مكاني، عارف. ما تتحركش. ماشي. اثبت يا جدع، اثبت يا اخوي، اثبت. ماشي. مستنيك جوه، روح له. ماشي. وقف مكاني ما تتحركش. اقف كيف؟ اقف كيف؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا سي محمود يا ابن الناس الافاضل. ايه دي؟ حضرتك لسه فاكرني؟ الله يرحم والدك وناسك، ناس لهم فضل علي، ياما سرقنا منهم معيز. معيز بس. انا عايز اتكلم معاك. قول يا حبيبي، دول مش اغراب. بس انا كنت عايز اتكلم كلمتين على انفراد. قوموا يا رجال، قوموا. اجري يا صاحبي، اعمل لنا كباب شاي. تؤمر يا سيد الرجال. اقعد اتفضل. شاكر. اهلا مرحب. انا واقع في ورطه وعارف ان مفيش حد هينجدني منها غيرك انت يا عم ابو اليزيد، لانك راجل جدع. رقبتي سداده. لا انا مش عايز رقبتك، انا عايزك تاخد رقبتي تقطعها. واقطع رقبتك كيف؟ تموتني يعني. واموتك كيف؟ وبأي طريقه تختارها. اها، انا اول مره اشوف واحد يكري على نفسه، يعني عايز يقطع رقبه نفسه. اصلك ما انتش فاهم. بصراحه اني محكوم عليا بالاعدام. اعدام؟ اني طلع عندي المرض البطال. يا ساتر يا رب. ايوه، والدكاتره كلها قالوا لي انك هتموت بعد 4 اشهر، يعني ميت. طب ما تستهدى بالله
وتنتظر الاربع اشهر دول وتموت براحتك. انتظار الموت وحش يا عم ابو اليزيد، بيموتني في اليوم 100 مرة. عندك حق، الله يكون في عونك يا ولدي، بس دي شغلانه كبيره قوي تودي في داهيه. تودي في داهية وانت يهمك يا ابو اليزيد؟ ده انت قتال قتله معتبر، ده انت بتقتل وبتقزقز لب. ايه الكلام ده البلد كلها بتتكلم عنك وعن مصايبك السوداء. اشاعات يا ابني اشاعات، ده انا زي الحمل الوديع. حمل وديع ولا عجل وديع؟ اني تايه عنك وفاكرني الحكومه هتخاف مني؟ انت تشرب الشاي وتتوكل على الله يا ابن الناس. اسمع بقى، اني جاي لك في بيزنس، عاجبك مش عاجبك اشوف غيرك. اني عندي شقه هبيعها وادي لك 20,000 جنيه. بتقول كام؟ 20,000 جنيه، ادي 4,000 والباقي بعد ما تخلص العمليه. طب وانا ايش ضمني ان اخد الباقي بعد ما تتوكل؟ ماني ليا خطيبه اسمها عايشه هتديك بقيه الفلوس، اني معرفها تسدد ديوني كلها. هو معقول خطيبتك تدفع ثمن قتلك؟ ما هي مش هتعرف انك انت اللي قتلتني. اتفضل ادي الكمبياله اهي. بس قول لي، ايه انت ليه ما قتلتش نفسك؟ ما كان زماني خلصت. انا جيت لك عشان كده لاني جبان واخاف ما اقدرش اقتل قطه. انا عايزك بقى بصراحه تقتلني قتله غدر، موته غدر، بس ما احسش بالم. ومهما اتحايلت عليك يا ابو اليزيد، لا بوست ايدك بوست رجلك، اوعى ترحمني، انت تذبح وخلاص. خلاص هنذبحك يا ولدي. الله يكرمك ويخليك. اتفضل ادي القانون بتاعه اهو يا عم ابو اليزيد. بعد 3 ايام تكون عندي وقتلني، وبعد 3 ايام بالظبط يعني يوم الخميس. عارف ليه؟ عشان اني بتفائل بيوم الخميس. طب وليه 3 ايام؟ طب ما نقتلك وعلى الاقل ندفنك هنا. ايوه مظبوط. لا بس انا عندي شغل كتير وعندي مشاوير كتير لازم اخلصها الاول. وخلي بالك اني جبان جدا، يعني اتحايل عليك اقول لك في عرضك يا ابو اليزيد، في طولك ابوس ايدك، مالكش دعوه بيا، تخني اذبحني فرتكني. عندك حق. طيب استاذن انا بقى. لا ما شربتش الشاي. لا تشربه في المياتم باذن الله. وزي ما بقول لك مش هعيد عليك، مالكش دعوه بيا، مهما استرحمتك مهما اتحايلت عليك تخني يعني تخني. اطمن، احنا واخدين على الحاجات دي، هنقتلك براحتك. واني هدعي لك يجعل لك في كل خطوه جريمه باذن الله. مع السلامه. مع السلامه. الدنيا فانيه. ما تزعلش، انت هتروح المكان اللي لا فيه وجع قلب ولا مرض بطال ولا يحزنون. ايوه بس ابو اليزيد انا مش عايز اوصيك، انا عايز موته ابقى مستريح فيها ما احسش باي حاجه واني بموت. اطمن، رقبتي سداده، احنا عندنا القتل كيف شكة الدبوس. انا سامع سامع. مع السلامه. ربنا يبارك لك في ايدك. مع السلامه. اطمن، مش عايز اوصيك. هتتقتل براحتك. الله يكرمك. مع السلامه. محمود قلت لك 100 مره بس مش محمود، من هنا ورايح هيبقى اسمي عايش. يا حبيبي قلقتني عليك قوي، ضربت لك كذا تليفون ما بتردش. ممكن اعرف بقى كنت فين يا استاذ؟ كنت في داهيه. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ مش انت محمود اللي انا اعرفه؟ فين محمود الطموح الصبور؟ انت عبقري، انت عارف ان ده رأيي فيك طول عمري، ولازم تفضل عبقري يا محمود. لا انا فاشل. لازم تحاول تاني. ما اقدرش يا حبيبي لازم تحاول تاني، اكيد في حاجه غلط في اللي انت عملته وما خدتش بالك منها. ازاي الاختراع نظريا مظبوط، عمليا مظبوط، هندسيا مظبوط، لوغاريتمات وتكنولوجيا مظبوط، كل شيء متعلق بنظريتي مظبوط 100%. يبقى ايه اللي حصل؟ هي عايش مساله بسيطه بمنتهى البساطه. اني موصل الاسلاك كلها صح، كل حاجه بوصلها صح. ادي السلك ده هنا ومع السلك ده هنا وموصل علشان البطاريه عشان ياخد شحنه بسيطه من البطاريه، ويا دوبك بس ارفع الزرار دي اللي فوق. لا الحضور ما ضربش ليه؟ لا ما محمود الحق يا محمود، ده الموتور اشتغل يا محمود، اشتغل الموتور. عايشة الموتور شغال يا عايشة؟ ايوه يا محمود. شغال ازاي؟ يعني هو ده دلوقتي؟ ايوه يا حبيبي ما هو قدامك اهو. قدامي ايه؟ يعني مش مستوعب بقى. الموتور شغال. ايوه يا محمود الموتور شغال. ايوه يا حبيبي. يعني زي ما اضطرعت وشغال بقوة المية. ايوه يا محمود. انا بشتغل بالمية. ايوه شغال. استني ما تصرف عليه، استني استوعب. شغال بالمية هديك اضطراع. ايوه يعني هو دلوقتي داير وشغال. طبعا يا محمود ما هو قدامك اهو. لا انا بحلم. يا حبيبي هي دي الحقيقة. دي الحقيقة. لا ما هو داير، هو داير صوته باين. داير نشتغل. يبقى انا عبقري يا عيال. طبعا عبقري. انا عبقري. ابوسك
ابوس ايديك تعالي يا عايشه. اشتغلت يا عايشه، اشتغلت في الميه ياخد الكيروسين والبترول كله والجاز. عاشت الميه حره يا بيه، عاشت ميه النيل اللي شربت منها وخلتني عبقري. هو فين؟ هو ايه فين بس؟ الزفت الطين عبد الجواد رئيس مجلس اداره. اكيد في بيته طبعا. تعال نروح له. نروح ايه بس بسرعة. دخل زي ده يا محمود. مش مهم، لازم اصحابه من قفاها، لازم يجي يشوف التجربه. اشتغل ثانية واحدة بس. يا حلوه يا جميله، كان ناقصك زق عشان تشتغلي. ماشي يلا يا عايشه. بس انا مش معقول اروح في وقت متاخر عند الناس كده يا محمود. مش مهم يا عايشه، مش مهم. اهم جزء في التجربه من غيره ما تمشيش. يلا بينا، يلا حبيبتي. طب اقدرك واسيبك. ايوه مين؟ ايه يا استاذ رايح فين؟ في ايه؟ انا حضرت المقدم امير الله مباحث جنائيه لواء امن مركزي محمود زاهر عبد الظاهر. يعني ايه يا بيه؟ قال لي انا مخبر. يبقى تفتحي بقك، الاخوه جايه دلوقتي حالا، ليكي مطبخ تخش فيه، انا مش عايز اقولك في رجلين معاهم، فاهمه ولا لا؟ عبد الجواد في اوضه النوم. ايوه يا بيه في اوضه النوم. ولا كلمه، احبسي نفسك في المطبخ ومهما حصل ما تفتحيش باب. يلا نجرب بسرعه بسرعه، القوه جايه حالا. عبد الجواد يا عبد الجواد، عبد الجواد اصحى بشويش عشان ما تصحاش. انا عايزه تقريبا نكهت يا عبد الجواد. اصحى فوق عبد الجواد، اصحى عبد الجواد. يا عبد الجواد اتأخر شوية، الدنيا حر. اهمتي يا انيسه. انا مش انيسه، انا جايه بشرك. ايه ده؟ ايه تعمل ايه؟ ايه اللي جابك هنا؟ تعالى بره. لمي نفسك يا انيسه، تعالى بره. انت اتجننت؟ بتعض يا عبد الجواد. ايه اللي جابك هنا في ساعه زي دي يا مجنون؟ وانا ايه بيني وبين مراتي؟ امشي اطلع بره. ده يعني اشحت منك. بره يا حيوان. مش طالع بره. انت مستقبلك في ايدي يا عبد الجواد. اسمع يا ابني، احنا هنا مش في السرايا الصفراء، احنا في بيت محترم. عشان البيت المحترم ده يفضل مفتوح تسمع كلامي، تلبس هدومك وتنزل معايا. انزل اروح فين؟ ده الساعه 3 الصبح. تجربه نجحت يا عبد. تجربه ايه يا مقتول؟ خابط يفك الحمسين ده، ما تخبطش يا عبد الجواد. بقول لك هتنزل تجربه كسرت الدنيا يا عبد الجواد. انا جربتها في البيت، الموتور اشتغل، خبطت الخبطه اشتغل على طول، اشتغلت. بقول لك ايه، بعد ما التجربه دي هتنجح هبقى محط انظار المجتمع كله، فاهمني؟ وساعتها هيبقى مستقبلك في ايدي. إذا ما اتعدلتش معايا هشحتفك انت وانيسه واولادك، فاهمني؟ جلال يا استاذ، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لا مؤاخذه يا مدام انيسه، هو اللي اجبرني اعمل المعامله السيئه دي، اصله مش عارف مصلحته. ما تصدقوا يا محمد، يمكن الكلام اللي بيقوله ده مظبوط، ولا ما كانش جه في وقت زي ده. جرى ايه يا انيسه؟ بقول لك عمل التجربه دي 50 مره وما نفعتش، فشلت. وانا بقولها لك 100 مره، افهم بقى يا مخ تخين، بقول لك نجحت. شفتها بعينك؟ اقول له ايه؟ انت ازاي مستحملها؟ عايشه معاه ازاي؟ خلاص الصباح رباح. ما فيش صباح ولا رباح، دلوقتي حالا تتصل برئيس الوزراء، بالوزير، بوكاله الانباء. اشتغل يا استاذ، اعمل لك همه، ده انت خلاص هتترقى وتنضف وتبقى بني ادم. يوه مؤاخذه يا مدام، اصل جوزك ده ما بيجيش غير بالسك على دماغه. خلاص خش انت يا انيسه وانت بره. يعني لو طلعت بره من هنا هنزل على المسؤولين واحد واحد، الف عليهم واخش اوض نومهم واقول لهم انك انت اللي بعتني. انت عاوز توديني في داهيه يا مجنون؟ خلاص اتصرف انت يا عاقل، اتصل بيهم. خلاص هاخد معاهم بكره. لكن تعرف لو الموتور الزفت بتاعك ما مشيش انا هقتلك واخش فيك اللوان. يا عبد الجواد، ايه الالفاظ اللي انت بتقولها دي؟ سبت ايه للصيع؟ عيب. استنى واحد رباطيه عليا ولا ايه؟ ما اعرف اتكلم. اسمح لنا بحديث صاحب ما انا حديث بلا نيله، لسه لما التكليفه تتعمل هتقعدوا تقروا من اولها. بس يا حبيبي، او خش في عين احسن، خش في عين ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله كل شيء بخير ان شاء الله، كله بامر الله. الحمد لله تمام. ايه مالك يا محمود؟ ابا خايف بس فرحان. طب فرحان دي وعرفناها، انما خايف من ايه بقى؟ خايف البتاع المهببه دي النيله دي ما تدورش. ما تدورش ازاي بس؟ ما هي دارت. ايوه مجرد هواجس. هواجس يا يا حبيبي، انت لازم النهارده تبقى اسعد واحد في الدنيا زيي بالظبط.
ايوه حاضر، ما انا بقى انا فرحان اهو. ابتسمي ابتسمي عشان الناس خدي بالها. ممكن ناخد حديث منك يا باشمهندس؟ حاضر، بس بعد التجربه، بعد التجربه ان شاء الله. ما احبش المقاطعه، بتشائم. عبد السلام. ايوه ازيك محمود؟ حاضر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. واسفين الازعاج، انا عارف انه سيادتك كان وراك سفريه. محمود بيه تعالى كلم الافندي ده. من الافندي ده متهيألي شفته قبل كده. مين دي؟ ما اعرفش بس باين انه مهم قوي. ايوه يعني شفته دايما يقص شرايط في التلفزيون، مش كده؟ بيقص شرايط في المحلات بتاعت الجزم والعطاره. يا راجل محلات جزم ايه وعطاره ايه؟ ده بتاع محلات القماشه. ايوه ايوه تعالى بابا بس. بيقص. اروح له عادي. السلام عليكم. محمود يا فندم المخترع الكبير. اهلا يا ابني. اهلا وسهلا. ربنا يوفقك. الله يكرمك. ده احنا هنقلب الدنيا. طبعا يا فندم لازم نقلب الدنيا يا فندم، كله بفضل ربنا وفضل عبد الجواد بيه. هو ما عملش حاجه، بينفذ تعليمات. ده اداء في ابنه. يا عبد السلام بتعك الدنيا لا قدام البيه المسؤول. دول عالم اراجيه يا بابي. ده كلام. محمود انت مش ناوي تخطب النهارده ولا ايه؟ لا ان شاء الله هكتب كتابي على الست عيش ان شاء الله. كتاب ايه؟ تخطب يعني تتحدث. لا لا مش هخطب، سيبك من الخطب بقى. انا لن اتحدث، هسيب عمري هو اللي يتكلم. المرة دي بالذات مش هتكلم، لن اتكلم ولن اتحدث. سوف اترك التجربة العملية هي التي تنطق بما اريد. نعم لن اتشنج ولن اتعاطى ولن اتحدث زي الذين يتحدثون عن مصر كما لو كانت كلها سلبيات. الله، إن مصر بها إيجابيات، بها عبقريات باسة. اتركوا المجال يا سادة لهذه العبقريات الباسة كي تنطلق. نعم، إن دول العالم ما يهمهاش إن مصر تتقدم. مصر عظيمة وصفقة عظيمة. أيوة، بسرعة شوية خلصنا. نعم، سوف تتقدم مصر بعبقرياتها الباسة. والآن أيها السادة فلنبدأ التجربة. سنبدأ التجربة. وفتح عينك تاكل ملبن، فتح ملبن تاكل عينك، وحصف عينك يا لما تصلي على النبي. سافة للنبي. دمه زي العسل. هو عبقري صحيح بس 5. اتفضل يا ابني. ماشي سرباش. بالله الهادي. يا دايما تعمل كده معايا معلش. يا التالتة تعبت يعني دايما بس بوظ اعصابكم في الاول. ما تخافش عبد الجواد، ما تخافش. قريتك. يفرح يا محمود يفرح. خلاص تلقى ان شاء الله هتشتغل باذن الله. طبعا انت منتظر تكسب من الجهاز ده ملايين الجنيهات. يا ترى هتودي الفلوس دي كلها فين؟ اعوذ بالله يا ناس يا شر كفايه قار. ما تبصليش بعين رضيه، شوف اللي دفع فيه. اعوذ بالله. Jako rządzony jestem samochód i czy będę mógł sprzedawać na cały świat? ها ايه دي؟ جنسيتها ايه دي؟ بولنديه. طب بتقول لك بيع الاختراع ده هو لشركه عالميه؟ الله، طب ما انت بتسال، ما تسال انت واخدها جنبيك منظري ولا منظري؟
لا طبعا، على 100 مين يا ابني؟ على 100 مين؟ الشركة المصرية مصرية 100%، هي اللي هتعمل العربية اللي بتمشي في المي. لا ده احنا صاحيين ومفنجلين قوي، لا مؤاخذة. عايشة تعال يا عايشة في اللحظة دي. ثانية واحدة. انت هتبدأ عايزين نعرف. عايشة عايزين بس عايزين نعرف. لا وريا. انت غيت اتغتات، انت غيت اتغتات. بقول لك يا عايشة، عايشة بقول لك حضرتك ما ردتش علينا. انت واخد وقت الهيصه دي كلها؟ وايه يعني؟ اصل انا تعبان قوي. هرد عليك بكره ان شاء الله. لا خارج يا عاشق. معلش يا حبيبي، الطريق زحمه قوي. ماشي. اهلا بالبيت. طبعا لابس لك احلى بدله، البدله اللي هي عشان خاطر عيونك. ما انا كمان يا حبيبي لابسه لك فستان. لابسه ايه؟ انت مش لابسه حاجه. استوري نفسك وحطي على خدتك باجوه. لابسه كده يا محمود. المهم هاخدك دلوقتي وعشيكي في احلى محل جزم. نعم يا حبيبي. ما هو قلب نايت كلاب، اطلع على طول. حاضر يا سي محمود. يلا ورا. بلاش اسكالوب. انت معطلنا ومش عارف اكلمك كلمتين على بعض. خلاص هات حمام. حاضر. لا مش عايزه حمام. والحمام عندهم هنا زي العصافير وحاجه. انت هتاخدنا في دوكه. لا بلاش حمام. ماشي هات سمك. في سمك. فين سمك؟ ماشي. لا عايزه جمبري. ارسي على حل يا عايشه. ماشي ماشيها جمبري. بس خلي بال حضرتك، الجمبري هنا غالي شويه. ايه اللي غالي ولا مش غالي؟ ده انا داخل على واسع يا ابني. انا جايبها تمنظر هنا. بس عارف ان انا هدفع المرات. لا ماشيها جمبري. فين جمبري؟ اسمع، اصل الاكل مش عايزين، احنا عايزين نقعد نتكلم بلاش اكل. اسمع، هات لنا 2 خروف. نعم. 2 خروف. لا يا فندم، هنا بقى مفيش خروف. خلاص ماشيها 2 عرق سوس. هقول لحضرتك حاجه، لما تبقى ترسو على حل تبقى اندهلي، مش فضيلك. نفر 15 جنيه من غير العشاء. هندفع يا ابوي، معانا عشانك. ولازم يكون في بدل كمان. لازم يكونوا لابسين بدل. لا عجبكش خرجاتنا. يا رجال. بس عندنا البدل هنا بتتأجر. بس السلاح ممنوع. دي معلش، خد دي. اتفضلوا. يلا.
لا مفيش. ده ابو اليزيد. ابو اليزيد ده ايه؟ ابو اليزيد، لا ما تموتنيش يا ابو اليزيد، مش عايز اموت، انا جد كلامي، انا عايز. ابو اليزيد افهمني، اصل حصل ظروف، جت ظروف، انا اخترعت قصدي انا خفيت من مرض البطال خلاص، ابو اليزيد خد الفلوس كلها، هديك فلوس غيرها كمان، ما تموتنيش ما تقتلنيش، انا بقيت ثروه قوميه يا ما ناخدش فلوس حرام، ما تخافش، هموتك براحتك. هم عايزين يموتوك ليه؟ وده وقته عايشه، ده وقته، خلينا في اللي احنا فيه، يعني مش فاهم الواد المتر ده ما جابش 10 لغايه دلوقتي ليه؟ جايباني هنا ليه؟ يعني عايز افهم جايباني هنا ليه؟ يا حبيبي جايبه لك هنا عشان هجيب لك اوضه، انت مش ممكن تروح البيت ابدا تقعد فيه. ليه ما اروحش البيت؟ لان ابو اليزيد عارف عنوانك وممكن يجي يقتلك. مظبوط؟ مظبوط. من فضلك عايزين نحجز اوضه في اسم البيت. للاسف مفيش اوض خالص، مفيش غير البرة سويت. فرق سويت؟ طيب مفيش مانع. لا لا مؤاخذة يا عايشة بقى بتاع سويت ايه السويت؟ انا حينتي الله ده اجيب منين يا عايشة؟ يا حبيبي انا معايا فلوس ما تحملش هم. ايوه بس على النوتة يا عايشة. ماشي يا دي النوتة. من فضلك مفتاح السويت. ايوه شاكرين قوي. البيانات محمود زاهر عبد الظاهر معلوم. خلاص يا محمود خلاص انا هديك كل البيانات ها؟ يا طارق انت عايز يا محمود دلوقتي؟ ما فيها البرة سويت. انت جاي لك يا طارق، خلي بالك من نفسك كنت ماشية يا طارق. ما شاء الله. اي خدمة تانية؟ ها؟ اي خدمة حضرتك تاني؟ استنى انت ابن حلال، انت اللي دلتني على المكان. بتتعبوا بتشقوا، عارف مرتباتكم بسيطة ما بتحواش بحاجة. اهدي معقولي انا اي خدمة؟ لا متشكر. طب خلاص اتفضل، هتفرج عليا يا واقف، اتفرج عليا، خليني في اللي انا فيه. ما شاء الله. اي خمين؟ فين السرير؟ حرام على الكراسي. فين يا ناس؟ كل دي اوضه، كل ده سرير، ده ترند. ايه البراح والمقطع دي؟ في لوحدي. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يا هلال دستور. اهدي كل ده حمام. ما شاء الله، او الحمام دي يعمل له 3 عمارات اسكان فوق المتوسط. كل ده طشت وفوت على الارض، يعني الواحد يستحمى ويلايف على الارض. ما شاء الله. يا كبد امك بيبو خسيم. ايه ده؟ انتوا لسه صاحيين لغايه دلوقتي؟ مساء الخير يا بابا. مساء الخير يا ماما. حضرتك كنت عاوزانا ننام وانت سهرانه بره ليش الفجر؟ الله،
من قايله لك يا ماما اني سهران. بس حد يسهر لغايه دلوقتي يا عيشه يا بنتي؟ بصراحه بقى يا بنتي الولد المجنون اللي انت ماشيه وراه ده انا مش مستريح. مجنون ايه بس يا بابا؟ ده واحد العالم كله بيقول عليه انه عبقري وحضرتك بتقول عليه مجنون. عبقري على نفسه. انا المهم عندي في الموضوع انكم تتجوزوا، وبعد ما تتجوزوا ابقوا اعملوا اللي انتوا عاوزينه وان شاء الله تاكلوا بعض. حاضر يا بابا ان شاء الله هقول. قصدي اطمن حضرتك خالص، اللي انت عايزه هيحصل. صحيح بنات اخر الزمن. ده السكرتاري يا استاذ مهندس. الكلام ده كان زمان يا ابو خالد. كمان الخبر بتاعك ايه؟ مش كده بس مش معقول ابدا يا محمود، بنقول لك ممنوع. اقول لك اوعى. ايه في ايه؟ فهموا يا محمد يا عبد الجواد ان الامل اللي انت فيها ونضافها دي سببها. لا 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 زعلت ولا ايه؟ لا ما ساعدتش ولا حاجه، لكن الراجل بيأدي عمله يا محمود. خلاص واقف قدامك اهو. فهموا بقى انا في امين، يا اما هقول له انك راجل هايف ومنظر على الفاضي. طب خلاص اتفضل انت يا عبد الرحمن. حاضر. يا عبد الجواد تعال. نعم. اعمل لي فنجان قهوه بس بسرعه. حاضر. يا عبد الجواد تعال. نعم. ما تخليش حد يخش علينا. حاضر. يا عبد الجواد تعال. يا لهوي. نعم. ايه دي؟ مين اللي قالك تخش علينا؟ انا مش قايل لك ما حدش يخش علينا. ما انت بتقول له روح وتعالى وروح. يلا روح هات يا. حاضر. ايوه يا عبد الجواد، انا كنت طالب منكم طلبات، يعني شغل لا. عايزين نعمل التجارب علشان ننتج السياره اللي هتهز العالم. انا مجهز لك كل حاجه ومستني اليوم ده بفروغ الصبر. هانت يا عبد الجواد هانت. بقول لك ايه؟ نعم. ما بلاش عبد الجواد دي. ما انا عايزني اقول لك ايه يا جليله؟ جميله؟ عايزني اقول لك يا سعاده الباشا، ده انت بيجح قوي. طب خلاص قول اللي انت عايزه، بس بلاش قدام الناس ارجوك. لا اقول اللي انا عايزه اقوله قدام كل الناس. ايه رايك بقى؟ قولك يا روح. ايه ده؟ قلت ايه؟ لا ولا حاجه، انا كنت بتاوي. تتاوي؟ جاي تتصلح كمان في مكتبك يا عبد الجواد. طيب وريني رسوماتك يا ابني. رسومات ايه اللي اوريها لك؟ مش هتفهم فيها يا عبد الجواد، انت مخك تخين. ما هتزعلش. طيب شوف حد كبير اتفاهم معاه. تعالى يا باشمهندس. افندم انا عايزك تنفذ الرسومات دي فورا. انفذ يا محمود بيه؟ طبعا نافذ. يلا اعمل لك ايه مع عبد السلام. يلا عبد السلام على طول. طيب انا رايح مكتب عبد الجواد، تجيب لي القهوه بنفسك هناك ولا ترتشف منها في الطريق. ها؟ مش فاهمه راح فين بس محمود ده؟ انت رحت فين؟ انا قلبت عليك الدنيا، لسه جاي من المكتب وجيت اشوفك هنا. كنت عند اللي ما يتسمى. ما تسمى ده ايه؟ ازيك يا عايشه؟ ازيك انت يا محمود؟ الحمد لله. ريا وسكينه عملوا فيك حاجه امبارح؟ وسكينه دول ايه؟ ابوك وامك ضايقوكي؟ هم دول ريا وسكينه يا حبيبي ولا يهمك. معلش هانت. المهم انت في حد ضايقك من الجماعه اياهم دول امبارح؟ لا الحمد لله ما حصلش حاجه. انا مش عارفه يا محمود انت كان جرالك ايه بس؟ كان مخك فين لما رحت تتفق مع ناس انهم يموتوك؟ انا لولا عارفه انك عبقري كنت قلت عليك مجنون رشوه. وايش ما تهزقنيش قدام العمال. ايه؟ وبعدين انا يئست يا عايشه، انا يئست خلاص. الدنيا اسودت في عيني، ما لقيتش غير الحل دي. وبعدين لقيت شباب هيروح هدر، كنت هروح اوري وشي لابوك ازاي اذا كان هو اوكي اصلا مش طايقني ولا معبرني. ما انت اللي كنت هتخسري يا عايشه، كنت هتعنسي وتقشفي ويبقى منظرك عرق. فده شكل واحده هتعمل ايه دي؟ بلاش حركات المنظره دي. العمال واقفين هيتب في عينهم رصاص. عشان تعرف بس. لمي نفسك كنت كلك باين. لمي نفسك. كلي باين ده ايه؟ سيبينا في الكارثه اللي احنا فيها دلوقتي. يا حبيبي ما تقلقش، ما هم اكيد في الاخر هيتعبوا ويزهقوا. مين اللي يزهق؟ يزهقوا ابو يزيد ورجالته. ده كفايه الواد زعتر والثمان بطاطات اللي معاه. اسكتي دول ما يزهقوش ابدا. خلاص بقى، الطريقه الوحيده مع قتالين القتله دول ان احنا نبلغ البوليس. بوليس ده ايه يا عايشه؟ عايزين اروح للبوليس اقول لهم اني مجنون؟ ده اللي بستمتع بالنجاح دلوقتي يا عايشه. يا حبيبي ما انت كمان حياتك مهمه. ايه فعلا مهمه، على الاقل لغايه لما اخطبك وانقذك من العيله اللي انت فيها دي. نسمع على بواختك. ايه؟ طب هتيجي امتى؟ اجي فين؟ البيت. اجي البيت يا بابا. لما انت لازم تيجي البيت يا حبيبي. اعمل ايه في البيت؟ مش انت قاتل بابا؟ وابوك هيبقى موجود؟ طبعا مش هتخطبني منه. ايوه صحيح. ماشي. ايه رايك بكره؟ كويس قوي. خلاص حضروا لي تورتايه معتبره علشان الفريق بمقامي. ايه؟ تورتايه وبس، عناية ليك يا حبيبي. وتأيديها على النوتة برضه؟ ايوه. هتقعدي تسيري معايا، انا عندي شغل يا استاذ. اتفضلي. انا كمان عندي شغل يا استاذ. اتفضلي يا روح الاستاذ. مكتب الباشمهندس محمود فين؟ المكتب اللي هناك ده. هو موجود مش كده؟ لسه داخل المكتب حالا. صباح الخير. بس
صباح النور. محمود بيه مش كده؟ تقريبا. حلوة تقريبا. يا فندم ممكن اقعد؟ ما انت خلاص قعدت. ندخل في الموضوع مباشرة. يا ريت اتفضل. انا عندي دعوة لسيادتك. دعوة؟ ايوه، دعوة مهمة من شخص مهم جدا جدا، جاي لك مخصوص من امريكا بلاد بره. عشاني؟ ايوه. بخصوص ايه؟ والله بالظبط مش عارف، لكن بيرجوك ان المقابلة تكون باسرع ما يمكن. لا معلش. اعتذر يا محمود بيه، ده موضوع مهم جدا عشانك. اسف انا مش فاضيلك. يا محمود قلت لك مش فاضي، قلت لك اسف، اللي عايزني يجيلي. طيب ابلغه. بلغت. يعني امشي؟ ما تمشي. استاذن. ما تستاذن، انا كنت ماسك فيك. مين الراجل اللي كان جالك ده؟ ده نسيت اقول لك، ده جاي لي في امر غريب جدا. تصور. لا ايه في ايه؟ تسأليني. اهم اطلع وراهم. نزلوني يا ناس ولا يوسف، نزلوني. بسرعة حذروا في المنطقة. شو على بالك يا حبيبي؟ شو على بالك هتعملي لي فيها شاد يا حاج؟ بتعصي فيها دلوقتي. يخرب بيتك يا ابو يزيد، عرف مكان الزاج. اجري يا محمود، اجري يا حبيبي بسرعة. حاسس يا يزيد، انا مش عايز اموت. افهم، مش عايز اموت. أنا مشيت من حيوان. لا يا عايشة، لا كرامتي يا عايشة. كرامة ايه بس؟ هو ده وقت كرامة؟ يا اخي اطلع يلا. أنا مش عايز أموت، مش عايز أموت يا أبو يزيد. ينفع أفهمك إزاي؟ ادخل بقى. استنى يا عايشة، استنى. أنا حبيبي ما تقلقش، حبيبي يا عايشة. ليش بالبنطلون؟ الحمد لله نفادنا بعقوبة. والحل ايه يا محمود؟ هنفضل هربانين كده؟ مش عارف، المفروض اتفاهم مع الراجل دي، لازم افهم الحمار دي اني مش عايز اموت. وما دام حمار هتفهمه ازاي؟ صحيح، اول مرة في حياتي اشوف بني ادم مخلص في تأدية عمله. المهم دلوقتي انت اطلع استريح وانا هبقى اكلمك اطمن عليك. ما تيجي تتغدي معايا؟ اتغدى ايه ده؟ انا ركبي سايبه. ما انا هغديك كوارع. النبي انت فايق. حاسبي على نفسك يا عيشة. لا مؤاخذة، غلطت في الواضح. لا يا
استاذ محمود، انت ما غلطتش. انت ما رضيتش تيجي تقابلني، جيت اقابلك انا. مستر جون ألان. ودخلت هنا ازاي؟ وهي دي مشكلة برضو مستر محمود؟ وايش عرفكم اصلا ان انا نازل هنا في الاوتيل؟ ده لحد تاني يعرف ويطب عليا تبقى مصيبه. حد زي مين؟ زي اللي كان بيجري وراك بالعربية يا محمود بيه؟ ايه دي؟ ده انت كنت مراقبيني بقى. probably. احتمال. احتمال ده انت دقرم انت ولاد الزئريدي دي، ده بكل تأكيد. دي مش مهم. المهم الموضوع اللي انا جاي علشانه. هبسي تريزي بو. اطمن، مستر جون بس هو اللي يقدر يدخل هنا. مستر محمود، هاو ماتش؟ انت عايز كام؟ كم كام فلوس؟ عايز كام عشان تدينا الاختراع بتاعي انت؟ ومين اللي قال لك ان هبيع الاختراع بتاعي؟ الاختراع دي انا هديه لمصنعي، وبلدي هي اللي هتنتجه وتصنعه وتصدره لكل الدنيا، واذا كان على الفلوس بلدي هي اللي هتديني. بس احنا بندفع اكتر كتير. $2 مليون. لا 2 مليون دولار، والدولار ب 125 سعر. احسبها. 125 قرش. يا زئريد، دول تحت حساب. واني نمبر يو ويش، احنا تحت امرك. دول ما يهمهمش الفلوس، دي شركة كبيرة قوي ويهمها انها تحافظ على اسمها وسمعتها. في طيارة مستنيك اذا كان يحب يشرف على العملية بنفسك. الكلام ده كله منوش فايدة، لان بلدي هي اللي هتنتج العربية ومصنعي بالذات، وده اخر كلام عندي. I'm authorized to pay you $5 مليون. بقول لك عنده تفويض يدفع لك 5 مليون دولار. I am very sorry. 7 مليون. قلنا نو. 15 مليون دولار. ولا ملايين العالم. رايح روحك. انت كده بيأثر على انتاج اكبر مصنع سيارات في عالم، وده مش ممكن يحصل. impossible. الزيارة انتهت يا مستر جون، وانتهى الدرس يا غبي يا زئريدي. انا هيدي لك فرصة يفكر. في طيارة جاهز and 15 مليون دولار in cash. يعني 15 مليون دولار من ابو 125 سعر. نو 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 يا جون، نو. You must know, you understand me. العربية دي اللي هتصنعها مصر، وهتصنع هنا في مصر. مفيش مصنع من مصانع العالم هتقدر تاخد الاختراع ده مني، فاهمني؟ فاهمني يا جون يا دون؟ اتكل الله معاك. خدوا اسحبوا بسلبة. يلا بره من غير ما تروح بره. بره ما تنتكليش، ماشي على الكورنيش. يلا بره. دماغه زي حجر. شوفي والحل. انتوا تشتغلوا في الازهر زي ما انتوا بتقولوا، مش انتوا بتقولوا كده؟ مظبوط. خلاص. بتشوف لي حكايه الراجل اللي كان ماشي وراه بعربيه والبنت اللي كانت معاه دي. عايز اعرف كل حاجه in full details. اوكي. الاختراع دي لازم ناخده بالثمن، بالسرقه، بالذوق، بالاكل، طبعا باي طريقه. الو عايشة، استقبال الوعد ده يا عايشة، كنت فين؟ يعني هنكون فين بس؟ ما انا قاعده هنا في البيت يا سي محمود. طب ما تيجي يا عايشة، اصل انا قاعد لوحدي وحاسس اني محبوس مخنوق. ايوه في حاجات حاصلة. في راجل خواجه جالي بيساومني على انه يشتري الاختراع. ايوه ماني اكتشفت انه له علاقه بالراجل اللي جالي المصنع، الراجل الصغنطوط الترانزستور الزئريدي دي. عشان كده بقى. طيب اسمعي، ما تيجي نسهر النهارده في النايت كلاب. لا اللي هنا في الاوتيل. ايوه خلي امك تزغرط. هعشيك يا عايشه. بس بقول لك ايه، البسي لبس حشم ولمي نفسك يا عايشه.
ايوه يا حبيبي مفيش جورنال كبير في العالم ما اتكلمش على الاختراع بتاعك ده. لا والمجلات كمان. لا وكلهم بيقولوا ان الاختراع ده هيقلب الدنيا. مش أيوة. بايد يقفل كل مصانع السيارات اللي في العالم. طبعا يا عيشة دي مسألة صغيرة. لا أنا كل اللي هاممني إن الاختراع ده هيخلي اسم مصر لفوق 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 أكبر من الدنيا كلها. أنا أسعد إنسان في الدنيا، أسعد إنسان يا عيشة. عارفة ليه يا عيشة؟ ليه؟ عارفة ليه؟ ليه؟ علشان انت جنبي، عشان انت جنبي ودايما جنبي. عيش مفيش حاجة مناقص عليا عيشتي غير الراجل اللي اسمه ابو اليزيد دي، الله يخرب بيته. رقاصة، في رقاصة في الماركس يا عيش. معاك 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 حين معاك 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 حين وهناك تبعد عن حينا أو تسكن جنبنا، تبعد عن حينا أو تسكن جنبنا، ده شيء مش راح يأثر في حلاوة حبنا، ده شيء مش راح يأثر في حلاوة حبنا. في القمر اطلع معاك واقعد في بحور هواك، في القمر اطلع معاك واقعد في بحور هواك، وبحس ان انت جنبي حتى وانا مش معاك، معاك 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 معاك.
دي ايه السهر الجميل دي؟ ليلة ولا كل الليالي يا ناس. ايه السهر دي؟ كان عندي بنت اسمها عيش تضرب برنس بستاني يطير اتغرب اسمها زي السيلو اتكتك تك المية دي الولاد وطفي نار البردان يا حلاوة المية والبانيو مليان البانيو مليان ستاير النسيان نزلت بقى لها زمان يا بتاع الرمان رمانة خربان ايوه يا بتاع الرمان رمان خربان دي انا. انت مين؟ احنا المعلمين. معلمين؟ دي اللي جابتيني وبتسحبني بغسل البنات بغسل البنات. يا حوستك يا حوستك يا محمود يا زاهر عبد الظاهر. ايدي ايدي بنت اخر. هذه الحوسه يومك. مفاجأة مش كده؟ هي مفاجأة بعقل طبعا مفاجأة. لما قلت هاني 100% في غلط في الأوضة. لا مفيش. مفيش ازاي؟ طب انت مين؟ انا سونيا. سونيا ولا سوبيا بالقرفة؟ مين يعني؟ واحدة زي القمر. ايوه زي القمر ما قلناش حاجة بس دخلت هنا ازاي؟ يمكن الحمام مشترك بيني؟ وايه المانع؟ لا مفيش مانع ولا حاجة بس نرتيبها مع بعضينا عشان انت تخشي مرة وانا اخش مرة ما نكسرش حياة بعض. دمك خفيف قوي يا مضروب. يا دين النبي ترتيب. ايه ده؟ بتعمل ايه؟ استر نفسي استهاني الله يسترها معاكي. استر نفسي عايز اخرج. تخرج تروح فين؟ انا مش عاجباك ولا ايه؟ لا انا ما قلتش حاجه انت تعجبي الباشا بس لا مؤاخذه يعني انت المستقبل قدامك اخضر لسه وبعدين تبوظي اخلاقي خايف عليكي وبعدين لا مؤاخذه استعلم لا مؤاخذه لا مؤاخذه هنقضي الليله سوا. اهدي القرارات السريعه دي مين ومين؟ انا وانت. لا معجبه. معجبه بمين؟ كل حاجه فيك عجباني. استهانم انت شايفه غلط. انت شايفه المسائل سكوب انما يعني لو دققتي حاسبي ساكر حاسبي فاول يا حاكم يا انيسي انا في عرضك استوري عرضي. انت ما عندكيش ولايه ولا ايه؟ من ساعه ما عينيا وقعت عليك وانا مش قادره اقاوم رجولتك. الكلام ده مزمزال. انا في عرضك. انت اصلك مش عارف قيمه نفسك. ها الكلام اللي بتقوليه ده مزمزال في عرضك. يعني امشي؟ لا امشي ايوه امشي احسن كده. امشي لا مؤاخذة المفروض البس القميص الاول. ثانية واحدة. ايوه أنا ماشي. انت قاعدة؟ همشي. ما تمشي. ها؟ أنا ماشي. انت قاعدة هنا وأنا ماشي. أمشي؟ انت حر. امشي. وامشي لا امشي لا اللي عايز يمشي هو. انا ما مشيش تعالي تسافر يخرب بيتك وبتعيشتك. الو ايه يا محمود؟ انت فين يا حبيبي؟ الله، انت نايم ولا ايه؟ لا ابدا مش نايم. امال بتعمل ايه؟ ابدا اني بعرف كتاب. نعم بتعمل ايه؟ بعرف كتاب. كتاب ايه ده يا حبيبي؟ كتاب في الذرة. اما الذرة دي يا عايشة، الذرة دي اتضح انها ليها حق في البلاوي المتالتلة اللي بتعملها في الناس. يا لهوي. الله، ايه اللي بيطرقع عندك ده يا محمود؟ ما هي دي الذرة يا عايشة. الذرة بتطرقع؟ اصل الذرة مولعة يا عايشة، مولعة. والله ما انا فاهمة حاجة من اللي بتقوله، لكن قولي الكتاب ده لقيته فين؟ لقيته في البانيو، قصدي في الاوتيل.
الظاهر يا عايشة انهم بيدوا على كل اوضة كتاب. ايوه يعني تاخد الاوضة بكتابها، انما كتاب ايه؟ ويلها يا عايشة ويلها خرابي. ايه دي نهايته اسيبك تخلص الكتاب. داني هخلص لك على الكتاب كله صفحة صفحة، ويمكن اراجعه. تصبح على خير يا حبيبي. باي باي. بقول ايه؟ مش ناخد كاس الاول؟ كاس بس، ده الكاس والدوري والاولمبياد كمان. يلا. ادي يا ناس قاعدة صواريخ متنقلة. ادي ويسكي ليلتنا اطلاع وثقافة. اشرب ويسكي، اشرب ويسكي، اشرب ويسكي، اشرب ويسكي، خلي يومك طين. اديها هادي خراشي. يا ليل يا عيني يا عيني يا ليل، يا مزوقين الحلاوة كل ساعة لون، سر الجمال في الحلاوة ومش مهم اللون. سوبي الشنطة فاضية، روح خالتك. فكاني كرودي الاختراع في الحفظ والصون يا حلو انت. غلبتني. اشكري شكان وبالشمال كمان ماشي. يا صايعة انت هاد الضربات يا متغذية كل ده يطلع منك. يخرب بيتك. انا كده واوا. خلينا حلوين مع بعض بقى، بلاش نظارة دي. خلاص سوري. لا ما سوري خلاص، احنا اخوات. تتكلمي ازاي؟ احنا اخوات. خليكي ناعمة معايا، خليكي ناعمة معايا. بيتك كده انت ما ضربتش فيك اللي امبارح. لا انا سكت لك قوي بقى. انتوا عليلي. حضن كبير بقى، حضن كبير بقى. عليلي تعاليلي يا مخدتي، تعاليلي يا مخدتي يا مريحاني. تعاليلي. اني خش عليها شغلها جايز دي اهو. الاختراع الجميل. اذا كنت انت سونيا اني معايا الفوني. ايه الاخبار؟ ده مش بني ادم، ده خطير. بس هيروح مننا فين؟
لازم انبه محمود. وبعدين بقى يعني لازم شغل الجنان بتاعك ده يا محمود يا مش هحتسني. Oh, I am sorry. أنا عايز أفهم. لاني مش هيقطع جازي. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ ده كلام جميل و100 فل و10 بس أنا مش فاهم حاجة. تاتيازي هنا. تاتيازي. نهيك تنهينا ها هتشوتا نهين بنهين ده بهذا ما انا بنعرف نقول زي بعض برضه بس عايز افهم. تاتيازي. هيا بتاعتك. كنت شانت ايه وطولت ايه يا راجل انت؟ اني مستعد اتضرب، انا ما عنديش اي حرج ولا خجل بس اني عايز افهم. يا جمال ايدك ناشفه. انت هتشتغل في الهجايه سلا. انت لا هتشتغل في الهجايه سلا. ده انت نص خناقاتكم كلام. لا انا هشتغل لك في الخفاف. لا ده احنا مصريين وحلوين قوي، فاهمني ولا لا؟ هتعمل لي شويتين هعملهم لك. كده البلطلان كده البلطلان. عيني. كده القميص بتجري واحد امك. ايه الشعر جميل يا ايه الشعر جميل عايشة عايشة. ايه مالك يا حبيبي مالك؟ حاسب الهدوم تتكرمش. شايفة يا عايشة العالم كله بيضرب فيا من الصعيد لاخر العالم بيضرب فيا الجبنة لو وطوا لي هدومي. معلش يا حبيبي معلش تعال يا حبيبي معايا. حسبي. هربته يا عايشة هربته هلاني بماذا هدومي وعايز يسأل اختراع. اختراع يا عاشي داني محمود زاهر عبد الظاهر يخميني هاني ويسرق الاختراع. طول ما هو ملزوق في جلدي مش هيفارقني. الحمد لله يا حبيبي. سوقي يا عاشا سوقي لا ياباني ولا غيره. ودياني فين؟ مودياك بقى تعمل مساج وساونا وتخرج فايق على الاخر. هاخد دش. يا سلام الواحد بقى فيش. يا سلام ايه الساونا العجيبه دي والمساج. اول ما دخلوني هشملهم مساج افتكرتهم بيضربوني كنت هطبع فيهم الضغط. فكوا عظمي ولبسوني عامل زي راجل المطافي. ايوه بس ايه حكايه اخيرا ابو اليزيد دي لسه واقف على باب المصنع انا كنت ناقصه. يا محمود انا قلت لك لازم تبلغ البوليس عشان يقبض على الراجل المجنون ده وكمان عشان يحموك من اللي بيحصل. انت دلوقتي شخصيه مهمه. عايشة اني ممكن ابلغ البوليس في الناس الاجانب ما عنديش مانع بس هم فين؟ اروح البوليس اقول لهم مين ولا مين دول كده بيطردوني كده. يلا يا عايشة على رايك. يلا قبل ما تقع. طب على الاقل يا محمود نبلغ البوليس بالنسبه لابو اليزيد. ابلغ البوليس ازاي؟ عايزاهم يقولوا عليا مجنون. يا حبيبي يقولوا عليك مجنون احسن ما تموت في طيس. لا يا عايشة بصراحة بقى اني ان ما متش على ايد ابو يزيد هموت على ايد الغرب ويبقى كده زيدنا في دين احسن. يا محمود انت بتهزر. هو انا حبيبي اقدر اعيش من غيرك ثانيه واحده؟ طيب زئريدة بلاش السواكة دي. صحيح يا زئريدة انت بتحبيني. طبعا يا حبيبي. طب بلاش النومية دي احسن ضميري هيأنبني على اللي عملته امبارح. ليه؟ هو حصل ايه لسه امبارح؟ لا مفيش حاجة. لا اصلا امبارح اسكتي مش مسكت كتاب الذرة وقعدت اقرا فيه. كتاب في الذرة. ايوه. طب خلينا بقى في موضوعنا يا حبيبي. ايوه. خلاص هنبلغ البوليس. البوليس اللي طلع عليك ده عايشة البوليس ده خلينا احنا بقى في الاهم.
اجي تروح البيت عندي تجيبي لي اي هدوم البسها، انا هدومي قرحت واتقطعت واتبهدلت. ده الراجل بتاع الساو ده رماهم لي في وشي بطول دراعه، ما طقش يديهم لي. يا حبيبتي انا ضربت ضرب يا زيريني فوق دماغي، انا كسرت ده كله فدا الاختراع. خدي يا حبيبتي. اروح انا اجيب لك الهدوم. بقول لك ايه، خلي بالك من نفسك يا حبيبي على ما رجعت. تعال. ايه؟ قلت يا قلت خلي بالك من نفسك يا حبيبي. لا قولها لي بغموس مش حاب. تعال. باي باي. باي باي. حضرتك انتوا تبقوا مين؟ احنا المعلمين. افندم خوارج ومعلم، انتوا هنا بتعملوا ايه؟ انيميشن في مأمورية. مأمورية؟ مأمورية ايه يا جدعان؟ مستنيينك، حضرتك هتيجي معانا. اجي معاكم فين؟ مشوار صغير. يا سلام ببساطة كده. طب واذا رفضت؟ بصراحة ما اضمنلكيش الكونسيكونسز. نعم. اقصد العواقب. خوارج وبطول عواقب؟ انت ايه متربي في السبتية؟ انا شايف انك بتهزري مع انك في ازمة. in a very bad situation. يا سلام لا مش قوي كده يعني. ايه بعيدك كده انت وهو ابقى منك لا. الواحد فين دي؟ بالله. الو مين؟ ايوه انا طبعا، امال هيكون مين؟ لا مش موجوده في الشغل. بس يعني كنت بسأل يعني هي ما جاتلكمش تاخد حاجة من عندكم كده ولا كده؟ تاخد حاجه زي ايه يعني؟ بتتعصب عليا ليه؟ مين بيشتغل عندك؟ ايه؟ خلاص ما تقلقوش انتوا، المهم انتوا ما تقلقوش، انا هدور عليها يا عمي. عندك؟ يا اخي عمك دبب. انت بتقفل السكه في وشي؟ تقفل السكه في وشي؟ منك لله منك لله. عارف سايباني لوحدي وراحت فين دي؟ راحت بني داهيه ولا مصيبه؟ الو انجينير محمود عبد الظاهر. يس ايوان. انا هخش معاك في الموضوع على طول. احنا جينا لك الاول بالذوق and I'm very sorry انت اضطريتنا نخش معاك مدخل تاني. احنا تحت ايدنا دلوقتي مس عيشة، اظن تعرفها كويس. بتقول ايه؟ طيب اكلمها. الدبان الازرق مش هيعرف لها طريق جرة. جرة؟ انت بتقول جرة يا جربان؟ مفيش قدامك غير سكة واحد عشان تنقذ حياتها، ده اذا كان يهمك امرها. طيب اديني يا عاشق. احنا التعليمات عندنا واضحة، واذا ما جبتش الاختراع بالكامل قبل الساعة 4 هنخلص عليها. عايز اكلم عاشق. في عربية هتجيلك الساعة 4 قدام الاوتيل at 4 o'clock sharp، هتجيبك وتجيب الاختراع معاك. مفهوم؟ عايز اكلمها يا جون اديها لي اكلمها. مفيش مانع، هاتوها. محمود انا عايزه يا محمود. ما تجيش يا حبيبي ما تجيش، انا مستعده اضحي بنفسي يا محمود. تضحي بنفسك ازاي يا عايشه؟ انت اتخربشت في مخك. احنا ما بنهزرش، العربية هتجيلك الساعة 4 exactly، ومن هنا للساعة 4 فكر زي ما انت عايز. انا
اهدي قبل ما اشاور للتاكسي وقف لي. ما شاء الله ده ولا شغل السيمي. اطلع دغري. استناك يا سعاده البيت. لا اتكل على الله. مع السلامه. يا باشمهندس محمود، باشمهندس محمود، خد هنا. انت كنت فين؟ ضايق عليك من الصبح. ايه يا عم السياجه دي؟ بس خسيت شويه. انت مال اهلك؟ قالت ايه ولا بايه؟ طب بقول لك ايه؟ فين بس الورق عشان تصميمات وبراءه اختراع؟ لا ورق ولا تصميمات ولا براءه اختراع ولا زفت. وابعد عن وشي لا كرمشهولك. اروح برجلي مسلوخه جوه. جوه بيحبني. اهلا يا محمود. اهلا 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 اهلا. انت فين؟ احنا قلبنا عليك الدنيا. اديت الاوراق الاخيره للاستاذ عبد السلام. ايه الشياكه دي يا محمود؟ ايه الغداده دي؟ بتضحك ليك نفسي تضحك. انت دايما بتضطهدني ليه يا محمود؟ عشان لا مؤاخذه كبير، ما انتش حاسس بالكارثه والمصيبه اللي فيه. ايه حصل ايه؟ جماعه الخواجات اللي بيطردوني وعايزين ياخدوا مني براءه الاختراع. انا عارف ان كل الناس بتقلب عليك الدنيا ولا يهمك. انت هو شلوت. شلوت انا اللي خدت شلوت. ليه؟ خطفوا عيشي. ايه جاك قوي منك ليه؟ زي ما بقول لك كده. ايوه خطفوها وبيهددوني بقتليه لو ما سلمتهمش اختراع. خلاص نبلغ البوليس فورا. بوليس اختراع. بوليس قال دي مافيا دي عامله حساب على كل صغيره وكبيره، واي غلطه مني ممكن ينفذوا تهديدهم، ودول الجماعه ما بيهزروش. طب والحل ايه؟ مفيش حل، لازم اديهم براءه الاختراع. انت اتجننت؟ انت اتجننت؟ امال عايزيني اسيبها تموت؟ نفكر. تفكر ايه؟ انت بتعرف تفكر ولا تهبب؟ ثم مفيش وقت، مفيش فرصه. الميعاد عندهم الساعه 4 ولا يمكن اسيبهم يقتلوه. محمود التصرف اللي هتعمله ده غلط. ايوه ممكن يعرضك للمساءله القانونيه. انتوا بتفكروا في مصلحتكم وبس. انا بفكر في الانسانه اللي وقفت جنبي ساعدتني وامنت بافكاري ومستقبلي وبعبقريتي في الوقت اللي كلكم اتهمتوني بالعته والجنون. منك الا اشوف فيك يوم يا عبد الجواد انت وانيسه ومراتك تشحتفوا عشان عايزين نتسبب في موته. انتوا كده تبقوا انتوا المجانين والمعادين. محمود انا ماشي بلا محمود بلا زفت. انا بقول لك ايه، انا جاي اقول لك الكلمتين دول وبس. انما القرار انا خدته من زمان، من ساعه ما عرفت انهم خطفوه. عن اذنك ما تفتحش بقك. فاهم ولا لا؟ ولا ابنك ولا زفت. بقول لك ايه، لو بلغت البوليس عيش هتبقى في خطر، وانا هنتحر في التو واللحظه. فاهمني ولا لا؟ منك لله. يا ربي، يعني ما يخترعش الاختراع العظيم ده غير المجنون ده ايه دلوقتي؟ الله، يعني ما قدرتش على الحمار هتقدر على الاحمر منه. محمود لا عربيه شرقانه كد امك. انزل زق انت زق. انا هطلعها لك بسرعه. زق جامد. انتوا اللي مستنيني؟ انتوا اللي تبع جون؟ يس جون. طب نزل ايدك، افتح لي الباب، نزل ايدك.
عملوا فيك ايه يا عايشه؟ اتكلمي يا حبيبتي. مالك رجع عليك زهمانه لا؟ انطقي. فضفاضي احكي لي كل اللي حصل. ابوسك. عايزه لا مؤاخذه. انطقي يا عايشه. انطقي يا عايشه. انطقي. يا عايشه استني. خلاص تعال. انت ايه اللي جابك هنا يا محمود؟ امشي، اوعى تديهم اختراع يا محمود. دومش اختراع لا دي الدنيا كلها لا تساوي كلامة ظفر من اطرافي. تعال انت كده يا محمود بتحبني يا قلبي. طبعا اللي بحبك انا طبعا. كده الاول طيب حبيبي، ما كنتش بتقولي الكلام الحلو ده ليه زمان؟ انا كنت فاضي ليكي ولا لاهلك عشان احب فيكي. اهلا وسهلا مستر محمود. اهلا سي جون. اهلا ست سوني. انا نفسي افهم ايه اللي جمعكم مع بعض. عايز افهم مع انكم جوه نفسيكم بتكرهوا بعض. احنا مصلحتنا دلوقتي كلنا سوا ان اختراع كبير زي ده ما يطلعش من بلد صغير زي بلدكم. مش معقول بعد ما طول عمرنا بنبيع لكم نيجي نشتري منكم. دي تبقى مسخرة. ايه دي كمان صعبان عليكم اننا نقب على وش الدنيا؟ احسن لك تدينا الاختراع. انتوا ايه؟ ما انتوش خايفين بعد ما نخرج من هنا بعد ما عرفنا المكان نبلغ البوليس؟ مش هيزوكي على قفاك. بعد نص ساعة اكزاكتلي كلنا هنكون باي برا مصر. يعني هتقتلوني؟ بقول لك هات الاختراع. قوم يا محمود. يا ولدين اوعى تقتلني يا ولدين. مش عارف انا مش جاي اقتلك، انا جاي انجلك منهم. اوعى حد يتحرك. اللي اتحرك حرك في المدينه. قوم يا محمود قوم. معانا الرجل البنفسجي. اوعى حد يتحرك. انا مش فاهم حاجه خالص يا ابو يزيد. بعدين حبيبي. تعالوا هون. تعالوا. حاسب يا عايشه بنت فيها تفعيص ده وقته. انت كنت فين؟ انا مستنيك من زمان. تعال. جامدي لا جامدي. اخلقهم لي من تحت الارض. يلا. نامي يا حلوة نامي ها. بقيتكم لحم يا كبد امكم. قوم يا خيبان. يا نهار اسود. بقول لسعادتك ايه؟ هنفوت تحتك.
راجل ثانية واحدة. إذا سمحت ناولني البنطلون عشان أضرب ببرستيج. الله يكرمك. الحال يا أبو الياسين. انا جاي لك الله يرحمه كان من خيرة الشباب. تبعاتي يا ابن الجنية الثاني الأولاني ما اقدرش اعمله. تعالى جد امك هتغرق. تعالى اقف في الشمس. تعالى استاذ عبد الجواد، استاذ سام ورجال الامن. ايه الحكايه؟ انا مش فاهم حاجه. احنا كنا مراقبين العملية من الاول لاننا حسينا باللي كان ممكن يحصل لك بعد الاختراع العظيم اللي انت اخترعته ده. الله يكرمك، كان في بهايم مش فاهمين الحكايه دي. اتفضل سعادتك. احنا كنا مستنيين لما نشوف هيوصلوا لحد فين ونقبض على العصابة كلها. يا استاذ محمود، انت ثروة قومية، ازاي كنا هنسيبك لوحدك؟ اهدي يا عمي يا مستتب دي. ايه الذكاء والألمعية والعبقرية دي؟ انتوا حمايتني، انتوا اللي بتحموني. بس انا في حاجة مستغلقة عليا، انا عايز افهم ايه حكاية ابو اليزيد دي بقى. ابو اليزيد بعد ما كان بيراقبك قبضنا عليه واعترف بكل حاجة وشغلناه مرشد معانا بعد ما فهمناه ايه هو الوضع. كل ده يطلع منكم يا عم؟ ايه الفكاكة دي؟ وقاسي جون بيقول بلد صغيرة. انت فاكرنا بنلعب يا محمود؟ انت فاكرنا بنلعب يا محمود؟ اسكت يا اخويا، اسكت يا هو، اسكت. انا ما عنديش شغل الكلام الفارغ ده. امسك. تعال انت يا عايشة، تعال يا حبيبتي، تعال يا عايشة يا اللي وقفتي جنبي في نجاحي. بيتك وبيت عيشتك صنع في مصر